يوجد في العالم أكثر من مليون نوع مختلف من الحيوانات على كوكبنا الجميل كوكب الأرض، والعلماء ما زالوا لا يعلمون عن الكثير والكثير من الحيوانات الأخرى. وعند التفكير في الحياة الحيوانية ربما يخطر في أذهاننا الكلاب والقطط والصقور والغزلان والحيوانات الشائعة الأخرى، لكن يوجد حيوانات غريبة جدا على كوكب الأرض ولا يعلم عنها الكثير. نقدم لكم اليوم أغرب 5 مخلوقات لم تشاهدها من قبل. أولا، تنين البحر الأزرق. تنين البحر الأزرق أو الجلوكي الأطلسي هو نوع من الحيوانات يتبع جنس الجلوكي من فصيلة الجلوكيات، وهو من الحيوانات الرخوية البحرية ذات اللون الأزرق. تمضي حياتها تطفو وتغطس على السطح بسبب وجود كيس مملوء بالغاز في معدتها، حيث تقوم بابتلاع فقاعة من الماء وتبقيها داخل بطنها. إذا نظرت إليها من الأعلى فهي زرقاء مما يساعدها على تخفيف مياه المحيط، وإذا نظرت إليها من الأسفل فهي تميل إلى اللون الرمادي مما يخفيها عن الأنظار، فتحميها طبيعتها من الكائنات المفترسة. ثانيا، نملة الباندا تشيلية. لا تصنف من أنواع النمل بالرغم من اسمها وشكلها، بل هي من فصيلة من الزنبوريات المشهور باسم النمل المخملي، حيث هي عبارة عن حشرات الزنبار أو الدبور. ولكن هذه الكائنات تتميز أنها تفتقد للأجنحة ويتلاقى مع نحل العسل في عائلة المملكة الحيوانية في رتبة ذوات الخصر، وهو أحد التصنيفات الخاصة بالكائنات الحية. أنها دبابير وليست من النمل، ويمكن تمييزها عن النمل بشعرها الكثيف الذي يغطي أجسامها. ثالثا، خنزير البحر أو ما يطلق عليه عالميا سكوتوبلانس. تعيش على قيعان أعماق المحيط، وتحديدا على السهل السحيق في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي، وعادة على أعماق أكثر من 1000 متر. فهي مغذية الودائع والحصول على الغذاء عن طريق استخراج الجسميات العضوية من الطين في أعماق البحر. رابعا، الثعبان الأعمى. هذا الثعبان لا يوجد له عيون ويعتبر من الحيوانات المائية، وهو يشبه ثعبان البحر بسبب الزعانف الظهرية لتحمي جسمه. تم اكتشافه في نهر الأمازون. خامسا، القرش العفريت، وهو أحد أنواع القروش، وهو النوع الوحيد من فصيلة ميتسوكورينداي التي يقرب عمرها 125 مليون سنة. يصل طوله في أغلب الحالات إلى 6 أمتار، وأقصى طول يبلغه مترين. يعيش على عمق يتراوح بين 30 إلى 1300 متر، وعادة ما يتواجد بين عمق 270 إلى 960 متر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم.